اشتري ولا بيع الذهب؟ حضرتك جرام الذهب ب 1900 جنيه، لا علي بقى ب 2000 جنيه، لا نزل تاني بقى ب 1600 جنيه. الذهب سعره كل لحظة بيتحرك في مصر، لان النهاردة هقولك على مكان معتمد من الدولة حضرتك تقدر تشتري منه الذهب من غير تلاعب في الاسعار، ده كمان من غير مصنعية. مش بس كده، ده كمان حضرتك تقدر تاخد كارد بضمان الذهب اللي انت اشتريته. لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل. اللي بيتحكم في سعر الذهب في مصر 3 حاجات. اول حاجة منهم هي سعر الذهب عالميا. زي ما انت عارف ان الذهب ده سلعة بيتم تداولها في البورصات العالمية، وطبعا بيتم تداولها بالدولار. فتاني حاجة بتتحكم فيه هي سعر الدولار في مصر، لانك عايش في مصر وانت بتشتريه بالجنيه المصري. وعايز اقولك ان الذهب في مصر بيتم تسعيره حسب سعر الدولار في السوق السوداء، وعشان كده بيحصل تذبذب وفروق سعرية كبيرة جدا في اسعار الذهب، لان سعر السوق السوداء غير مستقر. بالاضافة ان حضرتك بتلاقي العرض والطلب على الذهب في مصر في الفترة الحالية مختلف عن الطبيعي. ليه؟ لان في ناس كتيرة جدا عايزة تقتني الذهب علشان تحافظ على قيمة العملة اللي معاها، يعني مش واثقة مثلا في الجنيه فعايزة تحافظ على القيمة الشرائية اللي معاها، فبتقول ايه، انا اروح يا عم للذهب، الذهب ده بيحفظ لي قيمة فلوسي. فبنلاقي ناس كتيرة جدا رايحة تشتري الذهب، خصوصا السبائك الذهبية وجنيهات الذهب. وبسبب كده بنلاقي ان سعر الذهب بيتغير كل لحظة وبفروق جامدة جدا، ممكن توصل ل 100 و200 واكتر لكل جرام. النهاردة بقى هقولك على مكان حضرتك تقدر تشتري منه الذهب، والمكان ده معتمد من الدولة. حضرتك تقدر تشتري منه الذهب من غير ما يقولك انا بعادلك سعر الدولار في السوق السوداء، وكمان من غير مصنعية، وما بيأثرش فيه كمان سعر الذهب في مصر كعرض وطلب. ده غير كمان ان حضرتك تقدر تاخد بضمان الذهب اللي انت اشتريته كارد. خلال ايام هتطلق شركة ازيموت، اللي هي شركة ايطالية متخصصة في ادارة صناديق الاستثمار، اللي هي عايزة اقولك ان هي بتدير اكتر من 60 مليار يورو صناديق على مستوى العالم. بالتعاون مع شركة ايفولف القابضة هيطلقوا صندوق للذهب. يعني ايه؟ يعني هل مثلا انا ممكن اروح للصندوق الجديد ده واقول له لو سمحت انا عايز اشتري مثلا 2 جنيه ذهب، او عايز اشتري سبيكة ذهب مثلا 50 جرام؟ هقول لحضرتك لا. فكرة صناديق الاستثمار عموما هي ان حضرتك بتروح تدي مدير الصندوق الفلوس اللي انت عايز تستثمر فيها، ومدير الصندوق بحسب نشرة الاكتتاب او بحسب ما هو اعلن هو هياخد الفلوس دي يستثمرها في ايه بيشتغل بيها. حضرتك بتشتري بحاجة اسمها وثيقة استثمار. يعني مثلا الصندوق الجديد ده اللي هيتم الاعلان عنه ده هيستثمر بحوالي 500 مليون جنيه. فحضرتك مثلا مش هياخد منك 1000 جنيه والتاني 3000، لا، هيقول لك احنا هنطرح وثائق استثمار. يعني ايه؟ وليكن مثلا سعر الوثيقة الواحدة 100 جنيه، فحضرتك عايز تشتري 10 وثائق، فهتروح مدي الصندوق 1000 جنيه، واحد تاني عايز يشتري 5 وثائق يدي 500 جنيه، واحد تاني عايز يشتري 1000 وثيقة فهيدفع مثلا 100,000 جنيه. مدير الصندوق هيفضل ياخد الفلوس دي لحد لما يوصل لل 500 مليون، وبعد كده هيستثمر فلوسك في الأصل أو السلعة اللي هو قالك هيستثمر فيها. وفايدة الصندوق الجديد ده بالنسبة لحضرتك ان انت مش هتتعامل مع تجار الذهب او مع الصاغة في ان انت تشتري وتبيع الذهب، وده يقولك المصنعية قد ايه، وده يقولك لا انت فتحت الكيس فهنشيلك جزء من المصنعية. ده غير ان هو هيبقى بيمثل السعر الحقيقي للذهب عالميا بس في مصر، يعني بسعر صرف للدولار قدام الجنيه السعر المعتمد في البنك، سواء بقى غلي او نقص انت هتاخد السعر المعتمد في البنك. وفوق ده كله مش هتشيل هم ان انت تشيل الذهب فين، ان انت مثلا خايف عليه يتسرق في البيت، فحضرتك بتروح البنك تأجر خزنة وتحط الذهب او المقتنيات بتاعتك فيه. وخلي بالك ان في الوقت الحالي مصر ابتدت التداول في البورصة السلعية. اول سلعة تم التداول فيها هي القمح، وفي المستقبل هيتم تداول الذهب. يعني الذهب في البورصة السلعية هيحدد سعر استرشادي للذهب في مصر، واكيد الصناديق اللي هتتداول في الذهب اكيد هتاخد بالسعر الاسترشادي للبورصة السلعية بالنسبة للذهب. يعني طبعا السعر هيبقى متحكم فيه او هيبقى مضبوط من جهة الدولة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو لايك وشير وفولو. انا ايهاب يعقوب ودي بانكينج شانل.